شيء طبيعي إننا نشوف السفينة فوق الموية، لكن الخطر نشوف الموية فوق السفينة. فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. وإذا خسرت شيء بيوم من الأيام لا يضيق صدرك، اعرف أن الله يبرزك بشيء ما كنت تتوقع تملكه أبد. والحياة اسألة الموت، لماذا البشر يحبوني ويكرهونك؟ فأجاب: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. وحنا بالأساس بعد رحمة الله ما ندري شو بدخلنا الجنة، ما أدري هي ركعة أو سقيا ماء أو حاجة قضيتها على مؤمن، فاعمل ولا تستصغر. ومن الجميل أنك تحط قليل من العاطفة على عقلك عشان يلين، والأجمل أنك تحط قليل من عقلك على قلبك عشان يستقيم. وأجمل القلوب هي اللي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الناس بحسن نية. وإذا أتعبك ألم الدنيا فلا يضيق صدرك يا أخوك، يمكن الله يشتاق أنه يسمع صوتك وأنت تطلبه وتدعيه. ولا تطول بالتفكير، دامك تعرف أن ربك هو ولي التدبير. ودايم حنا نخاف من المستقبل، وأصلا عند الله كل شيء معلوم، فليش تخاف دامك أنت بعين الله الحفيظ. وقل دايم بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله، طابت أيامكم بذكره.